السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل كده وصفة من أحلى وأجمل وأسهل الوصفات اللي ممكن نعملها، مش بتاخد معانا وقت خالص، وبجد عندك في البيت هيحبوها ويعشقوها من جمالها. هنعمل كده النهاردة أجنحة الدجاج، هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا، وهنعمل معاها المكرونة النودلز هنعملها برضو بطريقة حلوة قوي إن شاء الله الطريقة تنال إعجابكم. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير والطريقة. جبت بقى كده الأجنحة وغسلتها كويس جدا ونقعتها كده في ليمون وفي دقيق وفي ملح عشان برضو نضيع أي ريحة زفارة، وسبتها كده لمدة ساعة. التوابل اللي أنا هستخدمها هحط كده ملح وأحط فلفل أسود وأحط بابريكا وأحط برضو ليمون، ومعايا صويا صوص، وجايبة الكاتشب ده بصوا ما شاء الله ده كله، جايبة ده كله ب40 جنيه وبيقعد معايا فترة طويلة. هاتوا يا بنات موفر جدا وحلو. هجيب بقى كده مكعبين من الزبدة واسيحهم، ولازم يكونوا متسخنين كويس جدا، وطبعا على نار عالية. هقوم برضو نازلة كده بالأجنحة بالشكل ده. بصوا لازم تكون كده الأجنحة محطوطة برضو في الطاسة، هحطها كده بالشكل ده، وبرضو مش هخليها كده تبقى لازقة ببعضها عشان كل جناح عايزاه يتحمر كويس جدا بالشكل ده كده. ما شاء الله اللهم بارك. بجد يا بنات مش هتاخد معاكم وقت خالص، مش بقلبها خالص بقى غير لما تاخد كده لون معايا بالشكل ده. ممكن تعملي الطريقة دي لو حابة تعملها برضو باللي هي دبوس الفراخ او بصدور بانيه برضو هتبقى حلوة. هقلبها كلها كده بالشكل ده، وهنزل بقى كده برشة من الملح علشان الأجنحة نفسها تبقى طعمها حلو، وهسيبها كده لحد برضو ما تحمر من الناحية التانية. ما شاء الله اللهم بارك. هحط بقى كده المكرونه عشان اسلقها، حطيت في الميه بتاع السلق، حطيت كده فيها شويه من الملح، وحطيت فيها برضو مكعب كده من مرقه الدجاج بيديها طعم حلو. هسيبها بقى كده لحد ما تستوي. الاجنحه مش بقلب فيها كتير غير لما الوش التاني يحمر معايا. جبت كده فنجان من الميه، هغطي عليها بقى واسيبها كده ربع ساعه لحد ما تستوي. كده استوت معايا اهي بالشكل ده. هحط بقى 4 معالق كبار من الكاتشب، وهحط برضو معلقة كده من الصويا صوص، وهحط كده عصرة نص ليمونة، واقلب بقى كل ده مع بعضه بالشكل ده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضها. وهنزل بقى بيها كده على الأجنحة، وهحط برضو كده ازود تاني شوية مية دلوقتي عشان برضو يبقى فيها صوص كده وتبقى طعمها كده جوسي وطري وجميلة كده بالشكل ده. ما شاء الله استوت اهيت. عملت بقى كده كزبرة قطعتها، وقطعت كده بصل شرايح جوليان، وحطيت عليها كده سماق. الحركة دي بتبقى جميلة قوي مع اي مشاوي او مع اجنحة الفراخ دي، بجد بتبقى تحفة، جربوها وهتعجبكم قوي. وهحط كده برضه هعصر كده نص ليمونة على البصل وعلى الكزبرة وعلى السماق، بجد حلوة قوي. وابدأ بقى كده اطلع الاجنحة على الفرشة اللي انا عاملاها دي، ما شاء الله بتبقى جميلة قوي يا بنات. هحط كده الاجنحة بقى بالشكل ده. هتتقدم بقى مع مكرونة، مع رز بسمتي، الحاجة اللي حابة تقدمها معاها هتبقى حلوة وكله هيبقى شغال. ممكن برضو لو حابة تقدمها كده مع بطاطس مقلية هتبقى جميلة. انا حبيت اقدمها كده مع مكرونة. هطلع بقى الاجنحة كده بالشكل ده. بصوا بقى، والصوص اللي نازل منها ده هقول لكم هنستخدمه في ايه دلوقتي. بصوا ما شاء الله الاجنحه كده متشربه من طعم الكاتشب والصويا صوص والحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها، ويعملوها بالزبده هتبقى احلى بكتير. بلاش الوصفه دي تتعمل بالسمنه او بالزيت، هتبقى بالزبده احلى بكتير وطعمها فارق كتير عن الزيت. ما شاء الله اللهم بارك. هنزل بقى كده بالمكرونه. حبيت ان انا اعملها كده بمكرونه اللي هي الحبل الطويله دي الاسباجيتي، لان الاطفال بتفرح بالمكرونه دي وبيحبوها وانا كمان بحبها. بتبقى طعمها جميل وبتبقى شكلها شيك كده في التقديم. بصوا عملتها بقى كده الصوص اللي نازل كده من الفراخ، حطيته كده قلبت معاه المكرونه. بس حبيت ازود كده شويه كاتشب تاني ورشه ملح، وزودت حبه ميه صغيرين خالص عشان برضو ان هي تستوي كده مع المكرونه، عايزاها كده تشرب من طعم الصوص برضو. بصوا لان يعني الصوص برضو حسيت ان هو مش كتير، طلعت بقى بالحلاوه والطعامه والجمال ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، تحفه 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 ما شاء الله. والمكرونه كانت جميله قوي. اتمنى كده ان انتوا تجربوها هتنال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه،
عشان يوصلكوا كل جديد، وتدعموني كده بكلمة حلوة، لان بجد دعمكوا بيفرق ليا وبيفرحني كتير. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا بقى على خير في فيديو جديد.